إذا كنتِ دايرة ريجيم وحابة تاكلي حاجة بنينة بلا ما تندمي، هاد السناك راح يعجبك بالبزاف، ونقول لك حاجة راح تولي ديريه كل يوم. حيكون ساهل وسريع، يعني يوجد في دقائق، أسهل حاجة ممكن ديريها وتاكليها وتستمتعي بالبنة ديالها. يعني راح تكون نتيجته روعة، يجي مقرمش من برا وطري من الداخل، يعني مقادير بسيطة جدا. يلا نبداو. أول شي إن شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة. اللهم ارحم أبي واغفر له واجعل مثواه الجنة في الفردوس الأعلى مع الشهداء الأبرار والصالحين. ارحم جميع موتانا آمين. على بركة الله نبدأ معايا أخياتي وصفة اللي راح تحتاجوها بزاف في يومياتكم ولا في غذائكم الصحي. أول شي وش راح نحتاجو كما راكم تشوفوا مقادير بسيطة. عندي هنا حبة تاع البنان، تقدروا تعوضوا فراولة. عندي هنا كاس تاع جلجلان، هاوليك معانا. هذا الكاس معياره 200 غرام. عندي هنا زبيب اللي كنت حطيته في الماء حوالي نص ساعة قبل ما نحضر الوصفة. عندي هنايا تاني عندي شوية تاع الشوفان مخلط مع شوية تاع الجوز، يعني كمية الجوز حوالي هكاك نقولوا كمية قليلة، حوالي 5 حبات 6 مدقدقين. نحكم هذيك الحبة تاع البنان، يعني هاد الحبة تاع البنان وهاد المكونات البسيطة تحضر لكم يعني شحال من قطعة تاع سناك تقدري تاكليها بدون تأنيب ضمير. يعني تاكليها وانتي فرحانة منها، تغطي جسمك، يعني منها تعطيها لوليداتك هكا في القوتي ولا في السناك تاع العشية. يعني روعة يا البنات صراحة. يعني شوفوا الغذاء الصحي ما راهوش حرمان، ما تحرموش نفسكم خياتي، برك عرفوا كيفاش تاكلوا واش تاكلوا. نحاول اني نعبزها هكذايا، نكرازيها بالفرشيطه. هنا بعد ما ولات لنا اون ديغي اون بيغي، نحاول اني نفرغ فوقها هذاك الجلجلان، نحاول ندمجو مليح معاها بهذه الطريقه. تقدروا تضيفوا اي اضافات، يعني قد ما يكونوا عندكم اضافات تقدروا تضيفوهم، مكسرات يعني عده انواع تاع مكسرات. حاول درتهاكم غير بالمقادير الموجوده عندي في المنزل. هنا عندي شويه تاع الجوز، قلت لكم كسرته ودقدقته ودرت معاه شويه تاع الشوفان، رقائق الشوفان. نحاول اني ندمج كلش مع بعض هكا كيما راكم تلاحظوا. هنا تقدروا تضيفوا ملعقه ولا نص ملعقه كبيره تاع زبده الفول السوداني، تعطي بنا بزاف. الا ما كانتش متوفره عندي يعني تقدروا تضيفوا ملعقه كبيره تاع زبده الفول السوداني. حكمت هنايا يعني هاد المول هدايا، حاولت اني نحكم كل كميه هكا باش يعطينا هذاك الشكل اوفال اللي كيما شفتوه. تقدروا ديروا اي شكل كيما تقدروا ديروها على شكل كبير ومن بعد تقسموها. راح تعجب كبير وصغير هاد الوصفه. يعني صراحه ميمني ما كانش يحب الاكل الصحي ولا ما عندوش فكره على الاكل الصحي راح ياكلها. يعني كي نقولوا اكل صحي ماشي معناتها زعما حاجه بيزا ولا العكس، حاجه اللي بنينه وتنفعنا في صحتنا. يعني صراحه انا بعد ما دخلت في هذا الدومين تاع الاكل الصحي وخر جو قاعده نقول واش كنت ندير وين كان عقلي. نحاول نسقمهم مليح هكذا بالمغرفه باش يدوا هذاك الشكل تاع هذاك الطابع هكذا. هوني مشعله الفرن من الفوق ومن تحت على نار متوسطه. ياخذ لكم مده الطهي حوالي هكذاك نقولوا 25 حتى 28 دقيقه باش يطيبوا لكم مليح ويجوا محمرين، يعني باش يجوك خوستيون من برا وطريين من الداخل. بهذه الطريقه قلت لكم تخرج لكم شحال من قطعه. انا ما حبيتش نديرهم خشان بزاف باش يجونا مقرمشين. شوفوا ها مليك ما درتهمش عاليين، تقدروا تعليوهم يجوكم بزاف طريين في الوسط. انا حبيتهم يجوا مقرمشين. هاي ليك شحال خرجت لي الكميه الله يبارك، يعني ما شاء الله. هادو هما راح ندخلهم يطيبونا من التحت ومن الفوق في نفس الوقت. واللي ما عندهاش من الفوق ومن التحت طيبيهم من التحت ومن بعد زيدي حمريهم من الفوق. تبعي برك المده اللي عطيتها لك حوالي قلت لكم 25 حتى 28 دقيقه ويكونوا جاهزين معنا. هذا هو شكل السناك ديالي. شوفوا الله يبارك كيفاش جاو شكلهم، جاو محمرين، ريحتهم ما شاء الله مع داك الزبيب والاخر مع شفتوا ما فيهم سكر ما فيهمش دقيق ما فيهم والو. يعني تاكليها وانتي فرحانه. ويجوا بنان، هذاك البنان يعطي لهم طراوه من الداخل، وهذاك الشوفان والمكسرات والجلجلان يعطوا لهم قرمشه من برا. حاملين كيفاش جاو معانا.
ما شاء الله البنات. هكا الدراري مع العشية ولا ليك نتيا ولا الفطور الصباح ولا القوتي الدراري، يعني روعة. اكيد اكيد كي تجربوها مستحيل ما تزيديش تعاوديها ولا ما تعتمديهاش يعني هكا كسناك يومي. نحاول نقترح عليكم، قلت لكم بعض الفكرات، ولا عجبوكم اي فكره عجبتكم قولوا لي نبازي لكم عليها. واكيد في الايام المقبله قد ما نشوف ما انكم تشجيع وتحفيز راح نزيد نجيب لكم وصفات بزاف شابين وبنان، يعني نوعدكم. ها ملي تشوفوا كيفاش يجوا معنا البنات، يعني ما شاء الله. نتمنى تجربوهم وتقولوا لي رايكم في التعليقات. ما علينا نقول لكم غير انتظرونا في وصفه اخرى في موعد اخر. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه ان شاء الله.